معانا موهبة صغيرة في السن بس كبيرة في الموهبة. معانا النهارده جنى وحيد موهوبة في إلقاء الشعر. أهلا بيك يا جنى. أهلا بيك يا مدثر. أهلا بيك يا جنى. أهلا بيك يا جمال. ممكن تعرفينا نفسك أكتر يا جنى؟ أنا اسمي جنى وحيد سعيد وعندي 3 سنين ونص. بدأتي تقولي الشعر من وأنت عندك كام سنة؟ من وأنا عندي 2 سنين. 2 سنين؟ إيه؟ هو أنت لما كان عندك 2 سنين كنت بتعرفي تتكلمي؟ أيوة طبعا. مين اللي اكتشف موهبتك يا جنى؟ ماما وبابا وجدو ونينا، هي دي العيلة. تحب تسمعينا ايه دلوقتي يا جنى؟ يا ستي بعنوان منطقي. لما يبقى يتيم أمي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحصادة هتكتر والعدا والكارهين، واللي هيقولك ده شاعر واللي هيقولك ده كافر واللي هيقولك ده ساحر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة. مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت. أصل ده الكبر ده أكبر خطر، بس يعني الجنة تعمل وحدها، حبة في الجنة ونعيمها وحبة في سكر. ومنطقي لما يكون المسلمين حالهم كده، تطلع ضوافر للعدا، ما تمضغ الزارع بإيدك غلتك، والجوع قرص على معدتك فذلتك. نضمت متشتت وتاه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجيلك وش تغضب ولا تحمق ولا ترفع شكوتك؟ هما مش قاصدين يهينوا مصطفى بحبة صور، هما مش قاصدين يهينوا مصطفى بحبة صور. هما عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، سيد البشر. هم قاصدينك وقاصديني وقاصدين كل جنة، وطول ما تشتتوا وتفرقوا بين داير الحقائق لسه ياما راح يجيلنا. أما سيدنا النبي ربه كفيه، هو خلقه ومصطفيه. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه. كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من هدوءه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا وفيه ادب وفيه عمل وفيه علوم. اتلهينا فاحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون، بس احنا فوقنا بجد اسفل لك وراجعين لك. شعبك نشيط عامل صرف وتقي، زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلبي طاهر نقي. اما اللي وكلاهم مرتهم فده منطقي.